ازيكم يا حبايب ام رفان؟ طبعا جيت لكم التقيل طبعا، مكرونه وبشاميل. ماشي، يبقى ام رفان هتعمل ايه؟ بس مكرونه بشاميل. ايوه، قبل ما اتكلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراكوا القناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع ام رفان، كل جديد في جديد مع ام رفان. اللي قايمه من النوم هندي رفان من هي اللي بتصور. يا جماعه اللي عاوزه تقوم، الست المبتدئه عاوزه تعمل صينيه مكرونه بشاميل وتفاجئ جوزها وهو جاي من الشغل عشان تقول له انا شيف كبيره، ادخل على قناه يوميات انا وانت تعرف كل دي، وانت تعرفوا التكات والحركات بتاعت ام رفان. هنا هنعمل مكرونه بشاميل. لا انا لما بجيب المكرونه بتاعت البشاميل بجيبها سايبه دايبه كده، سايبه بدايبه. هي دي كيس. هو انا قلت لما محمد هات فجاب لي سايبه، بس انا بحب السايبه. نقول المقادير على السريع عشان ما نطولش معاكم. كيلو مكرونه. طبعا هتعملي ليه يا ام رفان؟ انا هعمل مكرونه وجبيبه. ماشي، محمد ابني جاي، وفراخ او لحمه لسه ما اعرفش، لسه هشوف اطلع ايه من الفريزر، في فراخ ولا لحمه. محمد خلص امتحانات اخر يوم النهارده، قلت افاجئه بصينيه مكرونه بشاميل على الغساله تدي انذار ان هي خلصت. فقلت اعمل لي صينيه مكرونه بشاميل. من اول ما بدا الدراسه كان نفسه فيها، قلت له ايه مفيش وقت انا بودي دروس، فقلت افاجئه واعمل له مكرونه بشاميل واعمل له بيض. من ايام عزومه اختي ما عملتش الكباب بصراحه. فنقول المقادير كده على السريع عشان اللي عايزه تخلص. مكرونه بشاميل والصوص. دي مكرونه يا جماعه، كل مكرونه. ودي الصوص. دي جايبه كيسين. انا بحب البشاميل فيها كتير، فجايبه كيسين يا جماعه. في ناس بتعملها بالدقيق، بس ابو محمد ما بحبهاش بالدقيق عشان بتبقى تقيله، بس عادي يعني شغال. غير كده الصراحه معلومه، لما بعملها بالبشاميل الجاهز ده بتبقى كانك بتاكلي قطعه حلويات بصراحه. فانا عندي طب انا ايدي وجعاكني. هنا بقى استني، هنا بقى كيلو لبن اهو. تعالى بقى ما نفضي البشاميل معاكم. ماشي اهو بسرعه. طب افصلي كده من جنب عشان ما نطولش. كلها فرغها كلها. ماشي، قلبي بقى. روفان بقى يا جماعه حطت البشاميل على الكيس التاني. قالت لك يا ماما والنبي يا ماما انا اعمل الكيس التاني، فهي دلوقتي حطت الكيس التاني اهو بتقلبه. جدع يا روفان جدع. يلا بقى نحط المكرونه كمان يا رفا. مع روفان الشيف الصغيره، الشيف المساعد بتاعي يا جماعه. طبعا انا وطيت لروفان النار عشان هي اللي تحط المكرونه. تقول لك لا يا ماما الناس تعرف ان انا اللي عامله الاكل، فقلت لها خلاص براحتك. قلت لها خلاص براحتك يا حبيبتي، اعملي اللي انت عاوزاه. خلصت. قلبي بقى يا روفي، هاتي المعلقه وقلبي. امسكها دي؟ يلا عادي، قلبي. لا ما تمسكيش، قلبي وخلاص. يا شيف، الشيف روفان يا ولاد. لا روفان يا جماعه مكتسحه والله. روفان في اجازه. احنا قلنا ايه قبل كده؟ لو ما فيش تعليم في مطر تتعلم اي حاجه، مش بدل ما تعنس جنبي. يعني انت يعني تعنس يا جماعه، ينفع يعني تعنس. هنا بقى ايه، هنستنى البشاميل يتقل وارجع معاكم. خليكم ساعه بالظبط. لا ما بيقعدش اكتر من 15 دقايق بالظبط يا جماعه. خليكم بقى ايه. خلاص يا حبيبتي، خلاص يا بابا. انا حاطه ملح في الميه اصلا. فين؟ انا حطيت ملح. وطبعا يا جماعه البشاميل بيجي بتوابله، يعني انت ما بتحطيش على اللبن ده حاجه، هو البشاميل بيبقى التوابل بتاعته بتبقى فيه، فهو متحدق وكل حاجه فيه. قررت ان انا اجيب اللحمه من الفريزر. مرضي قالوا ايه لا يا ماما هاتي لحمه، كل يوم ناكل فراخ. فطلعتها اسيحها شويه لانها ماسكه في نفسها. وطبعا البشاميل خلص اهو والمكرونه خلصت اهو. روفان المتحدث الرسمي بتاع مع الشيف بقى المساعده يا جماعه. وريهم يا ماما تعالى ما الصوص جميل اهو. هاتي المعلقه كده من الطبق ووريهم الصوص طوله عامل ازاي. بصوا بقى هتشوفوا الجمال انا اللي بوظه. الدقيق يا جماعه عادي اللي حبه، بس خلاص يا روفان، خلاص يا روفان سيبيه. ماشي سيبيه بقى. هو التول بتاعه جميل، وبصوا مش وبتبقى القطع طالعه لك في البشاميل اللي عامله زي الجاتو، حاجه كده ايه فاخر من الاخر يا جماعه. تشوفوا نهايه الفيديو. احنا هنا ايه مكرونه قربت تتسلق اهو، وهبدا اعلق على اللحمه. طبعا معصجه اللحمه بتاعه البشاميل من قبل ما اعلق على الحاجات دي. فخليكم بقى واحده واحده كده يا جماعه. الحاجه سهله جدا. اللي لسه مبتدئه وعاوزه تعمل مكرونه بشاميل هات البشاميل الجاهز. لا انا مش مبتدئه، بس انا كنت بعمل الاول الدقيق، بس هما بيقولوا الدقيق تقيل على البشاميل، فقلت ايه بقى عجبهم اللي هو البشاميل الجاهز ده. فلو انت مش يعني ايه عاوزه تبقي بارعه من اول يوم في البشاميل، هاتي اللي هو البشاميل الجاهز شغال عادي. تحفه 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 والله العظيم. جربوا اللي ما جربوش يا جماعه، تحفه. فخليكم بقى معايا لنهايه الفيديو يا جماعه. طبعا روفان عملت اللي عليها يا جماعه، يعني روفان عملت اللي عليها،
بس والله يعني ايه عشان ايه؟ انا قاعده هنا اهو. عشان ننجز. هي واقفه هنا بتتفرج عشان ننجز بس. فقلت لها طب قومي يا رفان ايه؟ انا ايه اللي هكمل. هنا هي حطت السمنه هنا بس مش كتير، هنحط كمان شويه. ماما ايه؟ في ايه اتكلمي؟ في ايه؟ عمل بايد. هنحط بقى ايه نص المكرونه. عادي والله ايدي نضيفه وحياه ربنا يعني ايه ما تقولوش بقى ده مش عارفه ايه ومش عارفه ايه، لا. وهنا بيض. هو ده بيض؟ حط هنا شويه المكرونه. عشان كده دايما عليه شويه دي بضايه يا جماعه. دي عليها في ناس بتحط بيضتين، لا انا بحط بضايه بس يعني ايه كفايه. العيال ولادي ما بيحبوش البيض بيظهر في المكرونه. صراحه مش بحبه كتير. هنا هنحط شويه ايه، ما تعيبوش عليه عشان بعمل بايدي. الايد الشقيانه ايه دايما بتكون نضيفه كسبانه. والله انا غسله ايدي يعني. الست المصريه ايدها على طول في الميه يا جماعه. احنا كده ايه وزعنا البشاميل خالص. حته البشاميل مقطعه. انا كنت عامل لكم الاغنيه دي في احنا ايه عملنا اهو يا جماعه. طبعا نحط كمان شويه عشان يبقى ايه كده خلاص. بصوا يا جماعه النبي ما تتريقوا عليا. انا بص انا كده، فما حدش بقى ايه يتريق عليا اللي انا بعمل بايدي. جونت والحاجات دي انا عندي جونتات في الدرج كتير في التربو هنا. بس انا يعني ايه بحب ابقى بالبلدي كده. بلدي كوره بلدي مع مجموعات كل ايد الست المصريه دايما في الميه. لا دايما بتبقى في الميه. هنا بقى ايه انا اللي بقلي بس وسط وانا اللي عملت روفان دي سكر. روفان دي بس الصراحه انا مش عامله قمر. روفان دي قمر. نحط شويه كمان على الوش كده. انا الصراحه انا مش عامله. انا بعمل البشاميل اقسم بالله كانهم بياكلوا قطعه حلويات. انا بعمل بايدي عادي بس هو بارد. كراميلا سكسي. بقى ايه حط اللحمه. بصي بقول له هات الملح. من ابني بيمتحن تانية ثانوي فبقول له هات ملح. كل سنه وانتم طيبين مش هيجي في سنه. فانا لقيت عندي ملح الحمد لله. كنت اتذليت لابني يوسف. انا بقى ايه دي نص كيلو لحمه يا جماعه. العجيبه. بحب المكرونه قوي. دي نص كيلو لحمه. انا بحب اللحمه كتير. هي الصينيه مش كبيره بس انا بحب اللحمه كتير. وسط. خلصنا المرحله الاولى. خلصنا كده المرحله ايه اعملي من جنب كده رفان على البن اهو. الرفان تعقيش. بصي دي الطبقه الاولانيه يا جماعه. هنبدا نحط الطبقه الثانيه بقى. يلا افصلي يا رفان. يا جماعه المكرونه دي اهو شكل كده عملت اللي تحت اكبر من اللي فوق لان المكرونه اللي هنا قليل بس عادي شغال. ام روفان شغاله ومسيطره. انا ايه خلصنا يا جماعه اهو ماشي. طب البيت ده بقى والله روفان مساعداني. فيها المواعين هي اللي غسلاه. البيت ده هتشوف اهو. ده الطبقه اللي بتحمر الوش مع السمنه يا روفان. في ناس بتحط بيضتين بس انا بحط بيضه واحده عشان ما يكونش طعم. والله انا كنت بس قبل ما اعرف اطبخ وكده كانت المكرونه البشاميل دي والله بص اقول ايه مكرونه بشاميل. الكلمه نفسها خضه. مكرونه يعني بص الكلمه نفسها خضه. هي فعلا الكلمه كبيره. هي بس والله فعلا منها. يا مواعينها كتير بس لو هتغسلي اول باول مش هتلاقي مواعين. هنا بقى خلصنا يا جماعه المكرونه. لو غسلتي اول يعني ما عملتي طبق بهدل تغسليه مش هتلاقيه. البشاميل اهو بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بشاميل ما شاء الله. الناس بتجيب كيس واحد انا بجيب كيسين عشان يبقى البشاميل. بس هي اسمها ليه مكرونه بشاميل عشان البشاميل يبقى فيها كتير. واحنا جايبين بقر. انا بستحسن اللي الجاهزه ايه احسن ونفس التكلفه. انت بتجيبي كيلو دقيق. كيلو دقيق بكام؟ ب 12 جنيه. هما الكيسين ب 24. انا فرقت لي ايه؟ جايبين بقر. بقره يعني ايه بقره؟ هنا بقى نفرط البشاميل اهو يا جماعه. مش فاهمين. يعني ما نمسك كده بعد ما نخلص النص. لا هنا بقى يا جماعه بصوا البيضه انا مروقاها البيضايه. ثانيه بس كده مش انا بحط البيض هنا اهو يا جماعه. هنحط ايه؟ البيض الاول. طب ماشي بصيت عليك. طب ماشي تعالي روفان اللي عاوزه تحط يا جماعه. انا هقوم وهي اللي ما تقفليه وهي اللي هتيجي تعمله. بصي يا روفان بصي يا جماعه وانا بحط البيض اهو على السمنه.
عشان يبقى ايه؟ معانا قد ايه؟ عشان ايه؟ وانا اللي بغسلها ونرب السمنه على البيض كده. ما انا يا جماعه اللي بغسلها، هي يعني اللي بتغسلها. انا اللي بشيلها كده اهو يا جماعه. طبعا انا عشان يبقى كله متوزع مع بعضه يا جماعه. مش هي البيض من ناحيه وايه؟ وبحط قومي انت بقى كده يا ماما. اهو ده انا مش قادره اقوم، ده انا بطلت. لا لا خليك عادي اهو. قومي. انا قعدت ركان. رفان. وانا عايزه اشيل نفسي. ماشي انا قمت اهو يا جماعه. رفان اللي هتيجي تكمل. تعالي. فيها زعلانه. طب عدي. طيب تعالي ماشي. بالراحه كده. انت بقى كده يا ماما. نبدا نبص على الابله رفان. يلا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا من غير عك. بص رفان اللي هتعمل اهو. يلا اهي. بص انا هوريكي. ماشي. اقلب الاول. اللي هي ايه تدخل حطت على الفرن اهو. يلا انا مشغله الفرن بقالي 10 دقايق يا جماعه. اقفلي بقى يا رفان. ده عم رفان يا جماعه في الكومنتات لو سمحت. لا 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 اقفلي الفرن هو هيتقفل لوحده. مش بيتقفل. اقفلي اضغطي. ايوه كده. خلاص. وده يا جماعه نهايه الاكل. كوبيبه والمكرونه البشاميل اللي احنا عملناها واللحمه المحمره ورفان. هتقولي طب الطبق ده ما فيهوش الا قطع صغيره ليه؟ لان الرفان ملهاش في الهري ده ولا لها في المكرونه ملهاش ولا في الكوبيبه ولا في اللحمه. وشويه لسان عصفور بقى تاكلوا صوابعكم وراه. انا ويوسف بس اللي هناكل، ان بقيه العيال مش موجودين، فقلنا ناكل احنا لان خلاص جبنا اخرنا. شفت قطعه البشاميل حلوه ازاي؟ خفيفه لا ابو محمد وصل اهو. شكلي كده هقوم اعمله طبق زينا، يعني هنقعد ثانيه لحد ما ندخل نعمل طبق لابو محمد. انا بحب اعمل وجبات كده دام فيها مكرونه بشاميل. ورفان. رفان مع رفان هي اللي تحت شرف رفان الاكل ده يا جماعه. اكتبوا في الكومنتات تسلم ايدك يا رفان. رفان يعتبر هي الثلاث ارباع هي اللي عملت البشاميل. ما انت اللي عامله يعني حلوه وحشه ايه رايك؟ فتعالوا بقى ما نختم الفيديو بقى مع بعض يا جماعه. يلا لما ناكل. يلا هناكل. بس انا بصوا هقوم اعمل طبق لابو محمد واقوم بقى ايه، لان الصراحه انا جبت اخري عصافير بطني بتصوصو يا جماعه. يلا ايه رايك في الاكل يا رفان؟ طبعا حلوه سهله عليك. ايوه يلا خليكم بقى معايا. ابقوا معانا لحد ما نشطب على الصينيه دي يا جماعه. ابقوا ايه؟ ابقوا معانا.